تتركي عباده الانسان يسوع عشان لو بروتستانت، لان الانسان ده انسان عادي، انسان بياكل وبيشرب وبيخش لا مؤاخذه الحمام وبياكل، ممكن تلاقيه بياكل سندوتش طعميه، بياكل سندوتش بيض، ده مش اله. ليش ما بيكون؟ لأن الكتاب بيقول كده، أعمال الرسل 14 من أول العدد 8، لما بولس عمل معجزة قدام ناس وثنيين، فقالوا إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا، وكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس إذ كان هو المتقدم في الكلام. فلما وجد إن هم هيقدموا له قرابين، فقال لهم أيها الرجال لماذا تفعلون هذا بنا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. يعني إيه تحت آلام مثلكم؟ يعني إحنا بشر بنجوع ونعطش ونتألم وننام ونموت. فالكتاب بيقول ان لو في بشر بيجوع ويتألم وينام ويجوع، ده ما يبقاش اله. النص بتاع يوحنا 48 لما يسوع بيقول انا انسان قد كلمكم بالحق، هدم المسيحيه. لان بحسب نص اعمال الرسل لو في انسان بيجوع ويتألم، ويسوع كان بيصرخ على الصليب، ويسوع كان بيبكي في انجيل يوحنا 11، ويسوع كان بيجوع لما راح لشجره التين، كل دي علامات تؤكد ان يسوع. اخلص كلامي يا فندم لو سمحت، اخلص كلامي. كل دي علامات بتؤكد ان يسوع تحت آلام مثلنا زيه زي البشر. بولس قال ايه؟ ايها الرجال لماذا تفعلون هذا بنا؟ نحن ايضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم ان ترجعوا عن هذه الاباطيل. بولس لو كان شاف اللي انتوا بتعملوه دلوقتي هيقول عليها اباطيل، تمام؟ الى الاله الحي اللي ما بيموتش ساعه، اللي ما بيموتش نص دقيقه، خلاص، الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزق ثيابهما واندفع إلى الجمع صارخين وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها.